السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب كله يكون بخير وبافضل حال. النهارده يا شباب هنتكلموا ان شاء الله عن ازاي تعمل اولة ب1000 جنيه، وممكن تعمل هي الاولة ب3000 جنيه. تمام؟ انا هكلمكم عن الاولة اللي هي 1000 جنيه، والمصري هيكلمكم عن الاولة 3000 جنيه. طيب بصوا يا شباب، الغاية دي غاية الفقير والغني. اي حد ممكن يربي حمام، الفقير والغني، اللي عنده امكانيات واللي ما عندوش امكانيات. تمام يا شباب؟ فهنتكلموا النهارده ان شاء الله على اولة. والاولة طبعا طبعا انا بتكلم على ابن الغية او بتكلم على الزغاليل. تمام؟ انت مثلا هتروح تشتري زغاليل وهتبتدي تعمل اولة. تمام؟ بصوا يا شباب، الفيديو ده طبعا ما فيهوش اي كلام عن حمام الدشار. ماشي؟ الفيديو ده بتكلم على الزغاليل. تمام؟ شاب مبتدئ عايز ينزل يجيب شويه زغاليل ويعمل اولة. تمام؟ النصيحه الاولانيه، اول حاجه اقولها له، لما تيجي تجيب الزغاليل تجيبها من حد انت واثق فيه. تمام؟ ويكونوا اهاليهم انت عارفهم. تمام؟ دي النصيحه، سواء في الاولة ام 1000 او في الاولة ام 3. تمام؟ انا بوفر عليك كلام كتير اهو. المهم، نزلت جبت الاولة طبعا عددها ما يقلش عن 20 فرد. عددها ما يقلش عن 20 فرد حمام او 20 زغلول. تمام؟ الاولة ام 1000 جنيه دي اقول لكم تتكون من ايه؟ الانواع اللي هتبقى موجوده في الاولة دي. اولا الاسترالي. تمام؟ الاسترالي، وتخلي نسبه 60-70% من الاولة دي الحمام على بياض. يعني ايه؟ يعني الاتواب تكون بيضه فاتحه. تمام؟ يعني تحط فيها استرالي. تمام؟ اتواب فاتحه بالرقبه نيش بس يكون اتواب فاتحه. تمام؟ وفي نوع مشترك هيبقى في الاولة دي وفي الاولة الثانيه. تمام؟ تحط اول حاجه الحمام الاسترالي لا يقل عن 6 7 8 زغاليل. تمام؟ انت طبعا بتختار اتوابهم واشكالهم. تمام؟ بس هم ايه؟ احمام استرالي. وبتحط فيهم تمام لا يقل عن 3 بلغه اسكندريه بنايده، او بلغه بعض المحافظات اللي هو الكشك. تمام؟ وتحط فيها مثلا كم فرد شامي، زي مثلا تحط فيها عبسي، تحط فيها كركندي، تحط فيها حلبي. تمام؟ ما تحطش في الاولى شقلباز. بصوا، محدش يحط في الاولى شقلباز. خلاص؟ طيب وايه تاني ممكن نحط فيه؟ ممكن نحط فيهم باكستاني، ممكن نحط فيهم انجليزي. تمام يا رجاله؟ دي الاولى اللي ممكن تبتدي بيها، وهتبقى تكلفتها ال 20 زغلول دول حوالي 1000 جنيه. يعني ال 20 زغلول 1000 جنيه. تمام يا رجاله؟ تمام. وبالنسبه للاولى الثانيه معاكم المصري. اتفضل يا بيه. انا بقى هتكلم عن الاولى الغزار اللي هي تكلفتها حوالي 3000 جنيه. تمام؟ زي ما اقول لكم المصري في اولى وفي اولى. تمام؟ انا عن نفسي بفضل الاولى الغزار، بس هي امكانيات. تمام؟ هي امكانيات، ده حمام وده حمام، بس هي امكانيات. خشوا في الموضوع على طول. بصوا يا رجاله، الاولى الغزار بيبقى فيها، اقول لكم الانواع اللي بتبقى موجوده في الاولى الغزار، زي الحمام العاده او العواده زي ما بتقولوا. تمام؟ مش هقول لكم صافي، عشان الصافي هيكرم في تكلفه ثانيه خالص خالص خالص. انا بكلمكم على اولى 3000 جنيه. تمام؟ حطوا فيها عواده برضه زي ما قال المصري على بياض. معظم الاولى بتبقى على بياض.
تمام، وفيها تلوين بس 60 70% من الاوله، يعني اغلبيه الحمام بيكون لونه ابيض. تمام. هتحط فيها لو هي برضو 20 زغلول هتحط فيها حوالي يعني من 10 ل 13 فرد عاده. تمام. طبعا العاده اللي هو ايه ما بين الاسترالي وما بين الصوفي. تمام يا شباب، احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الموضوع ده. العاده اللي هي ايه الاستراليات اللي هي عظامها صغيره وشبيهه شويه بالصوفي. تمام. طيب وهنحط فيها ايه تاني؟ العامل المشترك اللي المصري قال لكم عليه اللي هو البنيدي او الكشك او العنبري كشك. تحط فيها برضو مش اقل من 3، واقول لكم ليه 3؟ لان العنبري كشك او البنيدي من نوعيات الحمام، هو عامه نوع حمام جامد جدا قوي جدا، مع ان حجمه صغير بس قوي جدا وبيعلى قوي. بيعلى قوي. طبعا كلكم عايزين الاوله بتاعتكم تبقى في العالي في النجمه. تمام يا شباب. طبعا برضه دي احنا بنتكلموا عليها زغاليل. هتحط فيها 3 بنايده او 3 عنبري كشك زي ما انتم بتسموهم، وهنحط فيهم تلاوين بقى. حط فيهم مسود. تمام. 1 أو 2 او 3 مسود، يعني حط منه 2 3 مفيش مشكله. حط منه عنبري اللي هو عنبري اسمر، اللي هو مش العنبري كشك، العنبري اللي هو في اسكندريه اسمه عنبري بالسلاحات. عنبري الاسمر اللي هو بالسلاحات، عنبري الغزار. وهنحطه فيها حمر، ممكن نحط 1 أو 2 حمر، ونحطوا فيهم مرقع. وممكن برضه تحط حاجه هي مش غزار بس تحطها وسطهم برضه هتبقى جميله جدا. تحط فيهم مثلا كزخنجي او زي ما بتقولوا ازرق قطيفه. ممكن تحط فيهم قطاطي 1 أو 2. تمام. بس الغالبيه العظمى هتبقى عودات او عادات. تمام يا رجاله. دي الاوله الغزار. الاوله دي بتختلف عن دي في المطار بتاعها، بس دي اوله جامده ودي اوله جامده، بس بتختلف في المطار بتاعها فقط لا غير. تمام يا شباب. نعمله برضو حسبه بسيطه زي ما عملها المصري كده. هنقول المتوسط الزغلول 150 جنيه في 20. 150 في 20 طب 3000 جنيه. تمام يا رجاله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون فيه معلومه لو بسيطه. لو اول مره بتشوفنا انزل اعمل اشتراك، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وان شاء الله في فيديوهات تانية جديده باذن الله هنزلها لكم. بس عايز دعم شويه يا شباب، عايز دعم شويه يا رجاله، يعني الواحد بيتعب والله العظيم على ما بنعمله مونتاج وبنعمل. سيبكم الكلام ده كله وقفوا مع اخوكم، وقفوا مع اخوكم يا رجاله. تمام. شوف الفيديو، اعمل اشتراك، اعمل لايك. لو عندك اي اسئله اكتبها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.